ايه اللي بيوصل الست انها ترفع خلع على جوزها؟ ترفع خلع على جوزها بسبب ظروف البلد وقلة المستوى المعيشي. تتجوز ولا لا؟ لسه فرحة قريب. توافق لما تتجوز تخلعك؟ لا، هتحجج لك وتقول لك ظروف البلد؟ هعمل بند قبل ختم الكتاب، احط النقط على الحروف، وافقت هتجوزها، ما وافقتش مش هاخدها. طب هتحط بند ظروف البلد ولا هتعمل ايه؟ لا، اعمل بند ان انت تعيشي معايا الحلوه والمره وتفتح معايا بيت، وبعدين الحمد لله انا واحد عندي شقته وعندي كل حاجه، بس هي ربنا يزيدك. الحمد لله. طيب توافق تتجوز واحده مطلقه؟ لا، ليه؟ اولا انا اهلي يعني مستوى الحمد لله، والدي مدرس ووالدتي مشرفه في الجامعه، ما ينفعش ان انا اخد واحده اول فرحه ليا تبقى متطلقه. ايه المشكله؟ المشكله ان انا طالع في عيله كويسه فمش عايز ابوظ العيله، وفي نفس الوقت لو ظروفي وحشه ولا انا مستواي وحش والظروف وحشه ممكن اعمل حاجه زي دي، بس لا. ثواني بس، يعني ايه تبوظ العيله؟ هي المطلقه دي وحشه؟ المطلقه دي عايزه واحد مطلق زيها، او واحده او واحد مراته متوفيه، او واحد متوفي. مين قال واحد غيره ايه؟ مين قال الكلام ده؟ ما المطلقه دي ممكن تفضل ارمله طول حياتها، تتجوز واحد تاني او تتجوز واحد بنت بنوت. يا عم انا ما اقبلش ان انا اتجوز ولا مطلقه ولا ارمله ولا معاها عيال. انت لو اتجوزت وطلقت اه، وحبيت تتجوز تاني، هتتجوز مطلقه ولا تتجوز بنت لسه ما اتجوزتش؟ ممكن اتجوز لسه بنت بنوت على حسب نصيب ربنا، يا اما اتجوز واحده معاها نفسي عشان وقعت في الظروف بتاعتها، سواء انا معايا عيال او هي معايا عيال او انا وهي معيش عيال، وهي برضو كانت ست بيت من سكه تانيه، ممكن افتح معاها صفحه جديده. بس الاختيار الاولاني، بس اختاري الاولاني بنت بنوت. اشمعنى حلو ليك انت وحش ليها؟ ما حلو ليا انا عشان هيبقى في شروط برضو وفي حدود عشان اعرف اكمل معاه للاخر، غير كده مش هختارها. خاطب ولا لسه؟ انا خاطب. خاطب. السؤال ده ليك وللجمهور. هو ليه المجتمع لحد دلوقتي بيشوف ان الست المطلقه دي وصمه عار، ويشوف ان الراجل المطلق بيبدا بدايه جديده؟ هي اللي عامله كده في نفسها بقى، قله الصلاه وقله التربيه وبعيده عن ربنا، وترجع للتربيه والاهل والظروف. موضوع الطلاق ده ما بين طرفين مش طرف واحد. ايوه، والشغل. ايوه، نختار الغلط. اختيار غلط من مين؟ من زوجه لما تبص بره وما تراعيش ربنا في اهلها في عيالها. جاي على الزوجه جامد يا عم. لا، وجاي على نفسي في الصح مش في الغلط. طب بقول لك ايه رايك في الستات اللي بتحرم الاب ان يشوف ابنه 3 ساعات في الاسبوع؟ هي ماشيه ورا كلام اهلها، اشطانها ضحك عليها، مش قريبه من ربنا، ظروفها وحشه، الله اعلم بقى بتشتغل، ظروفها المعيشه بتاعتها وحشه، ترجع برضو ايه قله الصلاه وقله التربيه. ان لو في فكر وفي شغل وفي تربيه وفي صلاه ربنا بيكرمها في حياتها. لو انت ابنك كبر ما شاء الله عليه وبتجوزه، وقال لك اهو انا عايز اتجوز واحده، بس الواحده دي كان سبق ليها الجواز قبل كده، اقول له لا، ما تعملش زيي او اطلع احسن مني، او تاخد واحده لسه بنت بنوت، انت لسه صغير والعمر معاك، وانا اكلتك وشربتك وربيتك وعلمتك عشان تعتمد على نفسك، سواء انا بساعدك او بتساعد نفسك. هنفترض ان بنتك اتجوزت وانفصلت ومتقدم لها عريسين، واحد ما اتجوزش قبل كده والتاني اتجوز وانفصل قبل كده، لا، اختار الاول حاجه اللي ما اتجوزش قبل كده، بس اتاكد اللي هو ابن ناس ونضيف وبيصلي. شكرا شرفت بيك.